ترامب وقناة السويس. ترامب بيقول أمريكا هي السبب في إنشاء قناة السويس. عند أمه الكلام دي، عمال يهلفت في الكلام، وبصراحة الكلام ده يستحق جائزة نوبل في الهرتلي. لما بدأت مصر في حفر قناة السويس في 1859 كانت أمريكا لسه مشغولة بتكوين نفسها، وكأنها كانت بتاخد درس في المدارس لتعلم كيف تكون دولة، في وقت كان المصريون يبنون واحدة من أعظم القنوات في العالم. ترامب عمال يهرتل وعمال يتكلم يقول لك احنا المفروض نعدي السفن بتاعتنا من قناة السويس، وماله؟ يعني لولا عبقرية المصريين كنا هنسمع ان قناة ترامب بدل قناة السويس. بجد الكلام دي مش ممكن يكون صادر عن شخص عاقل عنده فكرة عن التاريخ المصري. ربما ترامب لو كان عايش في تلك الفترة كان بيشارك في تصميم قناة نيويورك. ترامب عمال يهرتل في الكلام وعمال يقول قناة السويس احنا المفروض نعدي السفن بتاعتنا. اما موضوع السفن الامريكيه تعدي بالمجان فده تصريح في منتهى الطرافه. مصر ما عندهاش وقت لابتزاز سياسي رخيص. نحن بلد سياده، نحن مصر بلد سياده، مش حضانه دوليه يستعرض فيها ترامب عضلاته. ولو كانت امريكا فعلا ورا قناه السويس كان المفروض السفن الامريكيه تدفع ضريبه الوجوه الصعبه بتاعتهم. فترامب ما يقعدش تهرتل في الكلام وتقول قناه السويس ومش قناه السويس. قناه السويس اللي بناها مصريين، واللي بناها بعرقكم مصريين. فما تهرتلش يامي وتتكلم كتير، لان قناه السويس مستحيل حد هيخش فيها حتى الا ويدفع ضريبه. فما تعلقش فشلك يا ترامب وتقعد تبتز المصريين وتبتز الرئيس السيسي وفخامه الرئيس السيسي ان ترامب ان السفن تعدي بالمجان، وماله؟ زي ما قلت على السعوديه برضو المزارات اللي هناك والمتاحف اللي هناك جزء من السياحه الامريكيه. فبلاش استفزاز وبلاش كلام هرتلي عشان ايه انت مش قد المصريين. دي اللي حبيت انوهها في الفيديو دي بس. اهلا بكم في قناه حكاوي الغلابه. من شويه طلع ابو حنان اللي هو ترامب وقال لك تصريح غريب على المنصه بتاعته، تقريبا كان متجل في العيار حبتين. الراجل قال ان السفن الامريكيه العسكريه والتجاريه لازم يعدوا ببلاش في قناه بنما والسويس وما تدفعوش رسوم عبور. ده عند امك يا ترامب، وما تلعبش مع المصريين. ومش كده وبس، ده كمان قال ان الممرات الملاحيه زي قناه السويس هيكونوا موجودين لولا ما كانوش هيكونوا موجودين لولا امريكا. وماله؟ بتخترع فيها بالكلام انت. ده كمان كلف وزير الخارجيه بتاعته العاق ماكرو انه يتولى فورا تنفيذ الموضوع ده علشان السفن تعدي مجانا. فما تبتزش المصريين. الحقيقة ان ناس كتيرة كانت مستغربة من كمية التواجد العسكري الامريكي في الشرق الاوسط بحجة ضرب الحوثيين، علشان موقفين الملاحة في البحر الاحمر. وترامب كان طالع وقال هنفضل نضرب لحد ما نخلص وعلى الحوثيين والجيش الحوثي ونأمن الملاحة في البحر الاحمر. اتاري هو كان عايز بيرسم على قناة السويس. دلوقتي بقى ده مش عاوز اصلا يدفع رسوم العبور في القناه. فبلاش هرتلي وبلاش لعب شغل عيال صغيره. فما تهرتلش يامي وتقول لك انا لازم نعدي القنوات دي ونعدي دي. لا، ده عند امك، عند امك. فما تهرتلش. ولان قناه السويس اللي بناها مصريين ومصريين من صميم المصريين، فمستحيل هتعدي وتقول لك مش هندفع ولا حاجه. فما تهرتلش ياما وتنزل تويت على تويتر وتنزل هنا وتنزل تصريحات تستفز بيه المصريين. وطلع الرئيس السيسي نفس الكلام دي، قال ما فيش حتى دبانه هتعدي من قناه السويس الا لما تدفع. قناه السويس دي مش بتاعت امه، ده بتاعت المصريين. سامع يا ترامب؟ قناه السويس دي مش بتاعت امك، ده بتاعت المصريين.
فما تهرتلش وتقول كلام وترجع فيه تاني. زي ما قلت برضو لازم نهجر بتوع فلسطين ونهجر اخواتنا الفلسطينيين، وبرضو رجعت في كلامك. لقيت اسد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي واقف لك بالمرصاد، وفشل هو اللي فشل المخطط بتاعك. المصريين ما تلعبش معاهم ترامب.